ما اقولك كلمة زار هيجي في دماغك الناس اللي بترقص وبتقعد تعمل حاجات غريبة كده براسها، لكن طبعا محدش فاهم هو ايه ده وبيتعمل ليه اصلا، وهل فعلا زي ما بيقولوا انه بيبعد الجن وبيصرفهم ولا مجرد كلام وهرتل على الفاضي. كلمة زار معناها اصلا زيارة، من الاخر كده زيارة الجن ليك. وفي اللي بيقولك لا دي كلمة حبشية ومعناها الروح الشريرة. وليه الحبشة بالتحديد؟ لانه مكان معروف انه من اكبر الاماكن اللي بيتعمل فيها الزار، وده علشان يطردوا بيها الروح الشريرة. وكمان شوية تقاليع كده بتقولك انه بيشفي من الامراض والاكتئاب، ولو في واحدة ما بتخلفش بيخليها تخلف، يعني لا سحر ولا شعوذة. لا وفي كمان انواع منهم الاسبوعي، وده اللي بيتعمل لتبجيل الجن، يعني محاولة ارضائه. وفي بقى الحفلة الكبيرة اللي بيستخدموا فيها الدف والطبل والرقص، وبيتقال فيها طلاسم وكلام غريب كده علشان الاسياد يشفوا المريض ويطردوا الجن من جواه حسب ما بيتقال يعني. اما الحفل الكبير قوي بقى اللي هو السنوي فده حدث ولا حرج، مفيش زيه، بس كتر خيرهم يعني بيوقفوا كل انواع الزار دي في شهر رمضان. الناس دي دماغها فيها حاجة غريبة الحقيقة، دول مقتنعين اشد اقتناع ان الزار ده هو اللي هيصلح حياتهم وهيشفيهم من اي امراض بيتعرضوا لها. واللي بيحصل بقى في خيالهم ان الزار ده بيصلح ما بين الشخص الملبوس من الجن والجن نفسه بحاجة اسمها كودية الزار، ودي بقى هي اللي بتفتح الطريق بين الملبوس وبين الجن، وبيتم فيها استدعاء الأسياد عن طريق طقوس معينة كده علشان يرضوا الجن عن المريض أو الملبوس. وكودية الزار دي بتبقى وارثة الشغلانة أبا عن جد، وزي ما أمها كانت بتعمل هي كمان بتعمل. واختيار الكودية الجديدة دي بتبقى بمراسم، مش أي حد كده والسلام، ده اختبارات صعبة شبه اختبارات دخول الجامعة كده. والكودية علشان تتقبل لازم تغني قصايد وطلاسم كده علشان ترضي الجن، وبعد كده الجن بيظهر في المكان وبيلبسوها حزام من جلد المعيز على وسطها، علشان كده بيسموها جلسة ربط الحزام. وبكده تكون خلاص بقت كودية الزار، والأرواح بتبتدي تطلب منها شوية طلبات زي مثلا فرخة، حمام، وفي كمان جمال وخرفان وغزلان وغيرها بقى من الطلبات اللي كرشك يحبها. الناس دي بالنسبة لها الجن هو الروح الشريرة اللي بتعاقب الإنسان زي المرض والاكتئاب والحرمان من الخلفة، واللي بيعالجهم من ده هي الأرواح الطيبة طبعا اللي بتخلصهم من كل الأزمات اللي بتحصل لهم في حياتهم. ومن الطقوس المعروفة في الزار هي استخدامهم لألوان مايلة للأحمر، ومعاها دق وطبول ورقص وغنى وطلاسم بكلمات مش معروفة بيخلي الجن يحضر على المريض أو الملبوس ويتكلم معاه ويطلب طلبات زي لون دم معين، وبكده بيذبحوا الذبيحة اللي الجن طلبها. وبيتعرض المريض لصدمة من المنظر وهو بيشوف شكل الدم، وبيطبخوا الذبيحة عادي جدا، وكل اللي حضر في الزار لازم يدوق منها. وفي الوقت ده بيفضلوا يدقوا على الطبل جامد لحد ما ينهار المريض خالص ويغمى عليه، وتقعد جنبه كودية الزار وتفضل تصرخ وتطلب من الجن وتترجاه انه يخرج من جسم المريض. ولازم الملبوس ده يقعد بالهدوم بتاعته اللي عليها دم من 5 ل7 ايام ويتعزل تماما عن الناس، وكأن كده الهدوم دي بتحميه من الجن. كل اللي قلتهولك ده مش اوهام، ده في ناس بجد بتعمله ومصدقاه وعايشة عليه. ومن الناس دي واحدة بتحكي انها وهي صغيرة كانت عند جدتها والبيت كان كله ناس، وطلبت من مامتها انها تفضل معاها بس هي رفضت. قامت البت اتسحبت بالليل وشافت الكارثه اللي بتتعمل، وان مامتها وجدتها وستات تانيين بينكشوا شعرهم وبيرقصوا، واللي بتاكل لحم ني وحالتهم حاله. وفجاه كلهم اغمى عليهم مره واحده، وبعد ما فاقوا جدتها كسرت ازازه جوه طبق كده ووقفت على الازاز وفضلت ترقص عليه، وعينيها ابيضت فجاه وكان شكلها فوق المرعب. والمصيبه انها ما كانتش حاسه بالوجع من الازاز، بالعكس كانت مبسوطه. والبنت الصغيره دي عاشت تفاصيل كتير مرعبه مع جدتها، زي ان اختها مثلا صحيت في يوم مفزوعه وهي نايمه جنب جدتها على صوت اسد، واول ما صحيت شافت كام راجل واقفين كده في الاوضه وبيتحركوا، ده غير محاوله جدتها انها تخنق عمها وخلاص كان بيطلع في الروح لولا انها اغمى عليها في الاخر. ده غير حكايه الشخص بقى اللي عرف ان في اثار تحت بيته وفضل يحفر ويحفر علشان يلاقي الاثار دي لكن ما لقاهاش، وحكى لناس كتير وقالوا له انت لازم تعمل زار. وفعلا الراجل عمل كده وسمع كلامهم، بس يا ريته ما سمع كلامهم. بعد الزار اتفاجئ الراجل بانه برضه ما لقاش اثار في الحفره، برغم انه نفذ كل طلبات الاسياد اللي كان مبالغ فيها وخسر فلوسه وصحته ونفسيته. ده غير بقى الاحلام الوحشه اللي فضل يحلم بيها، زي انه بيتدفن في الحفره
اللي بيحفرها، والحاجات الغريبة اللي بقى يشوفها حواليه في البيت زي عيون حمراء حواليه في الشقة، والناس اللي بتمشي في شقته وهو مش عارف هما مين دول بالظبط، وحكايات تانية كتير قوي من النوعية دي. وبعد كل اللي قلتهولك ده تحب أقولك كمان إن الزار يعتبر شرك وكفر وما هو إلا شوية جهل وتخلف، وشفناه طبعا في كتير من الأفلام، لكن بيبقى بشكل فني مش شيطاني، لكن الناس استغلته في أعمالهم السوداوية في تحضير الجن والأرواح واستغلال الناس بالطلاسم، واللي بيستخدموها كمان في تحضير الأرواح. يعني أنت أصلا لو رايح زي الفل وما فيكش أي حاجة هتروح مريض مرض ملوش علاج، غير إنك ترجع تاني لتحضير الجن والعفاريت اللي أنت هتبقى فاكر إنها هتعالجك، وتدخل في الدوامة دي اللي ملهاش نهاية. ولو انت بقى ليك قصة وحكاية مع الزار قولها لنا في الكومنتات.